اكيد، وده طموح طبيعي، ده طموح طبيعي. يعني يمكن انت طلعت مجموعه زي ما انت قلت، حازم امام، علاء، بس حازم امام ده لعيب سكه شويه ولا كويس ولا كويس؟ لا لعيب كويس طبعا. لعيب كويس طبعا. طيب، ازيك يا حازم؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن، ربنا يخليك. وحشنا يا حازم والله. ربنا يخليك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. احنا بندردش طبعا مع صديقك احمد المرغني. حبيبي ده حبيبي ده حبيبي يا حازم. ازيك يا ميكا؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ فات كام ماتش من وقفك يا حازم؟ والله يا كابتن لغايه دلوقتي 7. اتهانت. فاضل ماتش، ده انت هتفضل موقوف لبدايه الموسم. ماتش واحد ان شاء الله يبقى في سوبر. فاضل له ماتش ان شاء الله يبقى في ايه سوبر. ممكن يبقى في سوبر لو الاهلي بقى بطل الكاس. هتلعبوا انتوا السوبر، الزمالك مع الاهلي فعلا. يبقى في سوبر ان شاء الله. هيبقى في سوبر، بس ده يبقى سوبر ماتش الثامن ليك بيتهيألي. يبقى الماتش الثامن. يعني مش هتلعبه؟ مش عارف بقى والله يا ممكن لو اتحاد الكوره يعني حنوا عليك شويه وعملوا استثناء ولا حاجه، يبقى كويس. والله بس تهيألي اتعلمنا يا حازم من الحكايه دي. قوي يا كابتن. مش كده؟ قوي والله. برافو عليك. بتتمرن يا حازم؟ بتمرن كويس والله. بتتمرن فعلا؟ جماعيه وفرديه. برافو عليك يا حازم، احنا مستنيين منك حاجه جامده جدا الموسم الجاي يا حازم. ربنا يخليك يا كابتن مدحت. والله العظيم، لان انت عندك موهبه جميله زي المرغني. انتوا جيل بصراحه جيل مبدع يعني، فمستنيين منكم حاجات جامده ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. طب قول لي بقى، المرغني انت موافق ان هو يطلع اعاره هنا ولا ايه حكايتك؟ قول لي. والله انا المرغني دوت، انا حتى في اللعب ببقى مستريح وانا بلعب جنبه. لعيب مجتهد جدا ويعني هو مثال للديفندر بصراحه، والله مش عشان صاحبي او عشان انا بحبه او عشان احنا الاثنين طالعين مع بعض، بس هو فعلا مرغني يعني انا بشوف فيه المميزات كلها والله. يعني ينفع يلعب، يشيل نص الملعب لوحده، حاجه زي كابتن عبد الحميد بالظبط. يعني وانت بتلعب مثلا على الطرف ناحيه اليمين، بتحس ان هو يعني مأمن ظهرك وانت شغال. انا ايام اول لما طلعت، لما هو كان بيلعب جنبي كنت انا بهاجم وانا مرتاح والله، كنت ببقى مستريح، ما كنتش خايف. دي اهميه الديفندر فعلا. يعني عموما في النهايه هي كوره وفيها احتراف وفيها كل حاجه، واحنا سعداء بمداخلتك دي يا حازم. ربنا يخليك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. توفيق يا حبيبي، اشكرك، شاكر جدا. طيب نرجع لك مره ثانيه، انت بدات في الاهلي؟ لا خالص. ما رحتش الاهلي خالص؟ من وانا عندي 7 سنين. لا رحت لعبت سنه في النادي الاهلي. سنه؟ بس من وانا عندي 7 سنين اصلا انا موجود في نادي الزمالك. والله؟ ورحت انا وحازم، حتى انا وحازم وعلاء، احنا 3 مع بعض. وانتوا عندكم كام؟ 7 سنين. في مدرسه بقى اللي هم مدرسه كوره خالص. وبعد كده كان في زمان بيعملوا في النادي الزمالك عندنا اختبارات، قصدي دوره رمضانيه سوري، بين المدرسه الاساسيه ومدرسه الكوره. فاحنا اخترنا برضو مع بعض احنا الثلاثه ولعبنا مع بعض، يعني احنا الثلاثه من واحنا صغيرين مع بعض في كل حاجه. امال ايه السنه بتاعت الاهلي دي بقى؟ كان كابتن محمد توفيق. فانا ما كنتش في الصوره خالص. فجت السنه اللي بعديها، ما يعني ايه، يعني والدي حس ان انا مش هبقى موجود. فرحت نادي جولدي. فنادي جولدي قبل الدوري باسبوع راح جاي مسرح الفرقه كلها. راح المدرب بتاع نادي جولدي راح موديني النادي الاهلي. كان عندك كام سنه بقى؟ 14. كان عندك 14. لعبت سنه واحده في الاهلي؟ لعبت ربع ساعه مش سنه. ربع ساعه؟ ربع ساعه. لا والله. والله. كان مين مدربك في الاهلي؟ كابتن اسامه عرابي. بس بصراحه من احسن الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها. ده اكيد. بس برضه انه ما يشوفكش برضه المدرب عين يعني لازم. لا ممكن انا اكون ساعتها ما كنتش يعني مش زي دلوقتي. ساعتها كنت بلعب فيرود. كنت فيرود؟ ده يعني ادب منك اكيد انت تقول كده مرغني. طيب قبل ما اسالك عن يعني دماغك بتفكر ازاي دلوقتي، ده اكيد انت شفت اكيد ماتش الزمالك والاهلي. يعني باحساسك كلاعب كوره، ايه اللي خلى المباراه تمشي بالسيناريو ده من وجهه نظرك، او ايه اللي خلى الزمالك من وجهه نظرك ما يبقاش في الصوره بتاعه مباراه 3-3؟ والله احنا جبنا جون، ربنا كرمنا وجبنا جون في اول ماتش. وبعد كده فضلنا ماسكين كوره بتاع 5 دقايق. انا بصراحه قلت احنا خلاص احنا ركبنا الماتش والماتش ده بتاعنا مفيش كلام. بس ما اعرفش مره واحده حسيت ان احنا فكينا خالص ونص الاهلي مسك نص ملعب مننا. وابتدت بقى هجمه ورا الثانيه، يعني كانت المؤشرات باينه ان هيدخل فينا جون. بالظبط. يمكن الجون لو كان اتاخر شويه او الشوط الاول خلص 1-0 لينا كان ممكن الامور تبقى احسن شويه. لكن النادي الاهلي طبعا قدر يحسم الموضوع بجون والتاني. يعني انت شايف ان الزمالك في الماتش ده ما كانش يومه، خلينا نقول كده. طب على ذكر 3-3، انت رحت معاهم لغايه الاستاد القاهره وبعدين فجاه طلعت من الاوضه ومشيت. واعتقد انت خدت غرامه او حاجه زي كده. خدت وقف.
ايه اللي مشاك؟ قول بصراحه. مفيش، انا يعني كابتن حسام كان قايل لي ان انا هلعب الماتش، ان هو ماتش النادي الاهلي. كان قايل لك فعلا؟ اه. ولا يعني اداك بس وعد ان شاء الله وكذا؟ لا انا كنت لاعب الماتش اللي قبليه، كنت لاعب حتى هو قال لي انت كويس وقال لي ان انا طلعتك عشان ما تاخدش الانذار الثالث عشان تلعب ماتش النادي الاهلي. كان ايه الماتش اللي قبله بقى؟ الحرس. كان الحرس وانت لعبت الحرس؟ كنت كويس الحمد لله، وكان بقى لي 7 شهور ما بلعبش، فحتى كل الناس اتفاجئت ان انا ازاي كنت كويس. فعلا انت كان اديلك فتره ما لعبش وفوجئنا ان انت في الملعب. بالظبط، انا نفسي اتفاجئت. كنتش عارف انت هتلعب ماتش الحرس؟ لا هو قال لي ان انا هديك بس ما اعرفش ان انا هبدا. ف لقيت نفسي يعني مع الشحن اللي كان جوه الواحد بعدين انا والدي كان تعبان اصلا في الفتره دي. كان بسببي برضه عشان ما بلعبش. زعلان. ضغط وجاله نزيف في عينيه لا بعد الشر عليه. لا احنا مش عايزين اي اب في الدنيا ينفعل عشان ابنه بيلعب او ما بيلعبش، ده موضوع وده موضوع. فانا قلت فضلت ان انا امشي واتفرج على الماتش في البيت. يعني انت كنت رايح وانت عندك قناعه ان انت هتلعب بناء ان الكابتن حسام قال لك ان انا طلعتك في ماتش الحرس عشان اديلك في الاخر. فانت لقيت طب ولو لقيت نفسك كنت جوه ال 18 مثلا على الدكه كان عادي. مفيش مشكله، اصل ده ماتش الواحد بيبقى عايز يشارك ان شاء الله لو اي ثانيه. ماتش كبير طبعا. طبعا. والواحد يعني كان نفسه امنيه حياته، يعني الواحد بيستنى الماتشات دي من السنه للسنه. هو يمكن اللي كبرها اكتر جواك ان انت واخد وعد من ان انت تلعب، يعني هي دي يمكن نقطه مهمه شويه. وبعدين لقيت رحيم ماشي فمشيت معاه يعني. رحيم نفس القصه. كان كل اللي في دماغي ان انا اروح الحق يعني اتفرج على الماتش في البيت واكون جنب والدي. كنت خايف يعني لا يحصل له حاجه، او خايف مثلا ان هو ما يتفاجئ ان انا بره، فقلت ان انا اروح اتفرج اكون جنبه في البيت. بس هو ده. بس ما قلتش لحد انا ماشي ولا حاجه؟ ايه؟ ما قلتش لحد يوميها؟ لا انا طلعت بره الاوضه، جالي كابتن حسين وجالي كابتن وليد. قلت له يا كابتن انا عايز امشي اتفرج على الماتش في البيت. قال لي لا طب اقعد اصبر شويه خش المحاضره. قلت له لا انا اصلا لو دخلت المحاضره مش هينفع اخرج، وكابتن حسام بيقول المحاضره عيب يعني. طبعا. ولو خرجت بعد المحاضره يبقى مش هلحق الماتش. وانا اساسا يعني انا بعدين انا عايز اقول حاجه، ان انا ماتش الدور الاولاني كنت بره ال20 اصلا، وانا من نفسي رحت على الفندق ورحت مع الفرقه الاستاد واتفرجت. بس كنت عارف ان انت بره؟ كنت عارف ان انا بره. فالموضوع خالص مش مشكله ان انا بعترض او حاجه، لا خالص والله. لكن خلاص ساعتها انت كنت عايز تروح تقعد مع والدك وكده. من ساعتها انت بتتمرن الصبح لوحدك انت ورحيم وهاني سعيد اعتقد. قعدتوا قد ايه تتمرن لوحدك؟ قعدنا فتره كبيره يعني. فتره كبيره. كنوع من انواع العقاب. وعايز اقول لك والله حاجه برضو يا احمد ليك للزمن، انت لسه صغير وقدامك المستقبل كبير يعني. عندنا لابد ان نتقبل ثقافه العقاب. طبعا ده الماتش اللي احنا بنتابعه مع بعض. يعني اذا انت اخطات وحسيت ان انت اخطات وعندك قناعه ان انت اخطات، مش عيب ان انت تتعاقب وتتقبل العقاب بصدر رحب. يعني ده بكلمك ليك لحياتك يعني. انا كنت شايف ان يعني اللي انا عملته ده ما تستحقش قوي، يعني كان ممكن تعدي. يعني حته ان انا اصل انا يعني شايف ان انا غلطت، ممكن اكون غلطت بس غلطي مش اللي هو يستحق الوقف. هو ان جيت للحق هو برضو، والكابتن حسام يعني صديق عزيز، هو بما ان هو ادالك وعد باللعب وما حطكش في ال18 وانت مشيت دي مع دي وتخلص. يعني انا ما اشتغلتش الشغلانه دي في القسم الثاني كتير. اذا اديت وعد اللاعب يبقى اكيد هلاعبه، لو ما لعبتوش وهو عمل حتايه كده بعديها له. يعني انا موافق في دي ان انت الشحنه المعنويه اللي عندك ان انت تشارك بناء على وعد المدير الفني. فكنت رايح وهو ما انتوا ما قلتوش الفرقه غير في الاستاد. في الاستاد هو كابتن حسام على طول بيعمل كده، بيعلن في الاستاد ال18 وانتوا بتبقوا 20 مع بعض. بالظبط. طيب خلاص ننسى الحاجات دي كلها. اللي جاي بالنسبه لك ايه يا احمد بقى؟ اللي جاي ان انا عندي عروض الحمد لله كتير، يعني ده اكيد حاسس الواحد ان هو لسه عليه كويس. لا ازاي، انت لعيب مهم جدا يا احمد، ولما هتلعب في نادي اساسي هتبدع ان شاء الله. وانا بقول لك، انا عارف انا بقول لك ان شاء الله بالنسبه لي اكون او لا اكون يعني. يا هرجع العب في نادي الزمالك تاني اساسي، يا اما هرجع العب بقى في الانديه اقل من نادي الزمالك شويه.